طشها باذن الله. بط بالبرتقان ومحشي كرنب على طريقه تيتا، وملوخيه بالتقليه برضو على طريقه تيتا. وعشان اول يوم فطار في رمضان لازم يبقى عند تيتا، فانا جبت لكم تيتا بنفسها تعمل لنا سفره رمضان اللي هنعملها اول يوم. قولي لنا هتعملي ايه؟ هعمل كرنب وبطه وملوخيه. هنحط ميه تغلي، نحط فيها كمون وملح، وهنقور الكرنبايه ونحطها عشان تتسلق. الحته دي اللي احنا قورنا منها الراس، ايوه، ونحطها كده أيوة. عشان تدخل الميه في قلبها بالعروق، لان العروق بتبقى بتاخد سوا عن الورق. لو حطيناها كده بتتهرس من هنا. عقبال ما تيتا تخلص سلق البطايه تبقى نضيفه كده، هنقطع شويه بصل عشان نحشي البطايه بيه. حط فلفل اسمر، فلفل اسمر اهو وملح، حط في قلبيها كده هنا اهو. ادككها صح. بصل في الميه، وهنحط البطايه كده اهو. نسيبها بقى ايه، نغطي عليها ونسيبها بقى تستوي براحتها. الحله اللي احنا سلقنا فيها الكرنب ايوه، هنحط فيها حبه زيت، هو نص كيلو او اقل من نص كيلو حاجه بسيطه. ونقلب البصل كده لغايه ما يصفر. بعد كده ننزل بالقوطه نسيبها تتسبك. قد ايه طماطم؟ لسه اما نشوف. كيلو وربع، عشان كيلو رز اللي هنحشيه. بالبركه. هنحط ملح بقى على القوطه، حبه كمون. ماشي، نحط الرز لما تتسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما نقلب الرز فيها نروح حاطين بقى الخضره، ونروح طافيين ونقعد نحشي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا تيتا، ده احتراف اللي انت فيه ده، انا مش عارف اعمل كده. بص اهي اتفكت يا ولا. بعد ما خلصنا حله المحشي تيتا اللي لفتها لنا كلها، طبعا هناخد من شوربه البطه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع البطه. ماشي. ونعمل لها العصير البرتقال. عصير البرتقال ده انا اللي عامله لكم، بعمله لكم بطريقه تانية جديده شويه عن اللي تيتا بتعملها. اول حاجه بتجيب برتقانه، بتشيل الراس بتاعتها كده. شايفين التفل ده كده؟ التفل ده احنا عايزينه، فتروح داخل بالسكينه كده يمين وشمال، حط عليها شويه روزماري بساط قوي، معلقه صلصه كبيره، كل ده يتقلب مع بعضه كده. حط شويه فلفل اسمر كده، سنه شطه بسيطه قوي قوي قوي، سنه ملح خفيفه لان احنا مملحين البطه اصلا في الشوربه، ودي اهم حاجه بالنسبه لي. سنه بابريكا مدخنه بتدي تدخينه للبطه بتبقى جميله. حاطين البطه هنا كده. شيل بقى الخلل دي كده خالص. تيجي بقى ناخد الصوص ده كده، تيجي نعمل البطايه كده بيها، ده هيديها لون ويديها الطعم، هيعمل كل حاجه، وندخلها الفرن تحت الشوايه. دلوقتي هنعمل الملوخيه بقى من شوربه البطه. حط حبه بقى شوربه هنا اهو. هنحط الملوخيه وهنحط حبه توم صغيرين كده في قلب الشوربه عشان تبقى طعمها حلو. وبعد كده لما الملوخيه تغلي بقى نروح منزلينها، ونروح عاملين التوم بالكزبره ونروح طشينه عليها، نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دي ليه بتتشهدي عليها؟ النبي عدى عليا والملوخيه بين ايديا، قالت شهدي يا صبيه، شهدت عليكي، يجعلك ويحليك ويحط العسل فيك ويحط البركه فيك. هننزل الملوخيه بقى على الطشه باذن الله. خلاص الحمد لله. ايوه كده اهو، بس الحمد لله. بص اللمعه. سخنة على النار. تعالي ندوق النبي. بس كده، دي كانت سفرة رمضان بتاعت تيتا. تابعونا عشان هنعمل لكم حاجات تانية كتير، ولو عايزين تيتا تطلع معايا تاني اكتبوا لي في الكومنتات.